لو أنت طول الوقت حاسس إن في حاجة ناقصاك بس مش عارف إيه هي، بس حاسس بس مش عارف إيه هي، بس حاسس بس مش عارف إيه هي، بس حاسس بس مش عارف إيه هي، فأنت كده مُعرّض لمشكلة خطيرة جدًا، جدًا اتكلمت عليها العالمة تالين ميدانر، هي عالمة مشهورة جدًا في علم النفس، في كتابها اللي بيقول The Secret Laws of Attractions أو أسرار قوانين الجاذبية، اتكلمت وقالت إن الإنسان الطبيعي بيبقى عنده احتياجات نفسية المفروض يلبيها علشان يشبعها، لو الإنسان ده فشل إن هو يلبي احتياجاته النفسية بيبدأ يخش في دوامة من الحزن والقلق والإحباط والتوتر والحيرة والشك ومشاعر سلبية كتير، مش دي المشكلة، المشكلة الحقيقية إن أنت لو ما عرفتش تشبع حاجتك النفسية بنفسك، عقلك الباطن هيحط التاتش بتاعه وهيملى لك الفراغ ده، هيملى الفراغ ده من خلال سلوكيات هيبدأ يكتسبها لك ممكن تكون ما لهاش علاقة أصلًا بالاحتياج. خلينا نضرب مثال، نلاقي مثلًا اللي بيعاني من الفراغ أو الجفاف العاطفي بياكل كتير، بياكل كتير، حتى وهو ممكن يكون شبعان، اللي بيعاني من الوحدة بتلاقيه مثلًا بيتفرج على أفلام وmovies كتير، بيلعب ألعاب إلكترونية كتير، حتى وهو بيكون عايز ينام بس بيقاوم النوم علشان مستمتع بالمخدر اللذيذ اللي عقله الباطن اداه له علشان يشبع له الاحتياج اللي هو مش عارف يشبعه بنفسه. تمام؟ فدي الفكرة بنلاقي مثلا البنت اللي طالعة من قصة حب جديدة ومحطمة بتغير لون شعرها بتقصقصه بتعمل نيو لوك جديد علشان تحس بقيمتها من أول وجديد. بنلاقي مثلا ممكن تشرب سجاير، في حاجات كتير وسلوكيات بتبقى غلط بتبقى جايه لنا من عقلنا الباطن علشان بس يخدرنا، علشان بس ينيمنا، طالما إن إحنا مش عارفين مصلحتنا ومش عارفين إزاي نقدر نعمل إدارة لعملية الاحتياج اللي جوانا، عقلنا الباطن هيتولى الموضوع ده. طب وإيه الحل يا أبو العريف؟ الحل بمنتهى البساطة إنك تقول لعقلك الباطن أشكرك جدًا على مجهودك الجميل معايا، بس من فضلك بعد إذنك ما لكش دعوة بعقلي، سيبني في حالي. تمام؟ بمنتهى البساطة كده، وتجيب ورقة وقلم وتكتب احتياجاتك النفسية، شوف أنت محتاج أكتر 3 حاجات إيه، لو وفّيتهم كويس في حياتك حياتك هتتضبط، ووفّيهم واعملهم واشبعهم بنفسك، يعني مثلًا على سبيل المثال لو أنت حاسس إن أنت محتاج تحس إن أنت مرغوب ومحبوب، حاوط نفسك بالناس اللي بتدّي لك الإحساس ده، شوف مين من صحابك بيدّي لك الإحساس ده وخلّيك جنبه، لو عايز تحس بالتقدير وإن الناس مثلًا شايفاك إنك مميز، اسأل الناس قريبة منك قُل لهم إيه أكتر الحاجات اللي أنتم بتحبوها في شخصيتي، واسمع كلامهم أكيد هيقولوا لك كلام حلو أنت ممكن تحبه، تمام؟ في كذا طريقة، بس الأهم من إنك تلبي الاحتياج إنك تعرف إيه هو، يعني ما تبقاش أنت مش ملبي احتياجك ومش عارف إيه هو. وأما عني أنا عندي احتياج شديد جدًا إن أنا أشوف صينية المكرونة البشاميل